وبطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج. الملعب اللي شرف عليه شخصيا جلالة الملك نصره الله هو استثنائي بكل المقاييس، وإن شاء الله غيكون أكبر وأحسن معلمة كروية عالميا، وسيضيف إشعاعا آخر للإشعاع الحضاري الذي تزخم به المملكة. تم اليوم الأربعاء خلال اجتماع عقد بمدينة الدار البيضاء ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومجموعة من المسؤولين في إطار مواصلة تحضيرات المملكة المغربية لكأس العالم 2030، الكشف عن التصميم الرسمي لملعب الحسن الثاني الكبير ببن سليمان. وبحسب ما تم الكشف عنه خلال الاجتماع، فإن أشغال الملعب ستبدأ رسمياً في غشت من هذه السنة 2024، وسيكون محاطاً بفنادق وقصر للمؤتمرات ومعارض، وبالقرب منه محطة للقطار فائق السرعة TGV ومحطة أخرى للقطاع السريع الجهوي RER. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 115 ألف متفرج، وسيقام على مساحة 100 هكتار. الملعب حسب ما أعلن في الاجتماع سيكون مرشحاً لاحتضان إما افتتاح المونديال أو النهائي. فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ورئيس لجنة مونديال 2030 صرح أن ملعب الحسن الثاني الكبير الذي سيتم تشييده ببن سليمان والذي أشرف عليه جلالة الملك محمد السادس استثنائي بكل المقاييس. وأضاف لقجع في تصريح له على هامش الاجتماع أن الملعب سيكون أكبر وأفضل معلمة كروية في العالم.